السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الخرفان الكثيرة في المنام. بشكل عام تدل الخرفان الكثيرة على الخير الوفير، الرزق الحلال والبركة في الحياة، وقد يكون ذلك في المال، الأولاد، الصحة أو أي جانب من جوانب الحياة. إذا كانت الخرفان سمينة وبصحة جيدة فيؤكد على زيادة الخير والنماء بإذن الله. الخرفان ترمز إلى الأولاد والذرية الصالحة، فإذا رأيت عددا كبيرا من الخراف فقد يدل ذلك على كثرة الأبناء أو الأحفاد أو بشارة بالذرية لمن ينتظرها. تربية الخراف أو العناية بها في المنام قد تشير إلى اهتمامك بالأسرة ورعاية الأبناء. الخروف في طبيعته حيوان وديع ومطيع، لذا قد ترمز رؤيا الخرفان الكثيرة إلى الطاعة، الوداعة والتواضع سواء في شخصية الرائي أو في المحيطين به، وقد تدل أيضا على وجود أشخاص في حياتك يتميزون بالطاعة والولاء. قد تشير الخرفان الكثيرة إلى الشعور بالأمان والحماية، حيث أن القطيع يوفر نوعا من الأمان لأفراده. الخرفان ترتبط غالبا بالأعياد والمناسبات السعيدة، خاصة عيد الأضحى، لذلك قد تدل الرؤية على قدوم مناسبة سعيدة، فرحة قريبة أو الاحتفال. رعي الخرفان: إذا كنت ترعى الخرفان في المنام فهذا يدل على القيادة، المسؤولية والقدرة على إدارة الأمور، وقد يشير إلى منصب جديد أو مشروع ناجح تتولى إدارته. شراء الخرفان يدل على الاستثمار الجيد والتجارة الرابحة أو الدخول في مشروع مثمر. ذبح الخرفان في غير سياق العيد قد يشير إلى الظلم أو الأذى، إذ لم يكن الذبح في سياق شرعي مثل الأضحية. أما إذا كانت بنية الأضحية أو تناول الطعام فهو خير ورزق. صوف الخرفان يرمز إلى المال والثروة التي تأتي من مصادر حلال. الخرفان البيضاء تدل على النقاء والطهارة وحسن النية، والخرفان السوداء تدل على المال الوفير، لكن قد تشير أحيانا إلى بعض الصعوبات. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.